السلام عليكم ورحمة الله. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وهذا ما عليه أبو الخير ولا يستغرب، لكن الغريب أن يعني يظن أحد أنه على صواب. طبعا جاء بدليل أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. دلل على أن كل هؤلاء في الجنة. وذكر حتى أن فرعون والمجوس منهم قوم إبراهيم كلهم لأنهم يؤمنون في آخر إذن هم في الجنة، يعني من بقي في النار. شيء ثاني هنا في الآية: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. طيب والمسلمين ما ذكروا، يعني ما هم من الجنة؟ هنا إذن المقصود ما قصد أو ما فهم أصلا خطأ. وهذا هذه الكلام هذا أيضا الآية هذه في آية مشابهة لها في قوله تعالى في سورة الحج: الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس الذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. هناك آيات كثيرة يعني محكمة واضحة تدل على صراحة على كفر الكافرين وأنهم من أهل النار. كيف يقول خلاص الجميع في الجنة؟ ثم إن هذا المقصود هنا المقصود الذين من اليهود والنصارى والصابئين كلهم إذا دخلوا الإسلام فآمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، يعني لا فرق بينهم. وهذه الآية أصلا نزلت في قيل أنها نزلت في سلمان الفارسي، لأنه كان الفارسي مجوسي في الأساس ثم أسلم. فالإسلام يجب ما قبله، سواء كان واحد نصراني أو يهودي أو يفعل ما يفعل أو مجوسي أو غير ذلك، فإنه إذا أسلم خلاص انتهى ما كان قبل، فهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم وهم يحزنون. طبعا هذا الكلام كما في تفسير الطبري وغيره من التفاسير، كما قال تعالى: والقول في تأويل قوله تعالى: الذين آمنوا والذين هادوا. قال أبو جعفر: أما الذين آمنوا فهم مصدقون رسول الله فيما أتاهم به من الحق من عند الله وإيمانهم به بذلك تصديقهم به. وطبعا بين من النصارى ومن اليهود والصابئين كذلك وهم المجوس وقوم يعبدون الملائكة. لكن التفسير هنا لها أيضا طبعا طال في التفسير، ثم ذكر المقصود هنا في الآية: وأما إيمان اليهود والنصارى والصابئين فالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فمن يؤمن منهم محمد وبما جاء به واليوم الآخر وعمل صالحا فلم يبدل ولم يغير حتى توفي على ذلك فله ثواب عمله وأجره عند ربه كما وصف ذلك الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا المقصود في الآيات. أما الأدلة على كفر الكافرين ومنهم اليهود ومنهم النصارى كذلك، من ذلك قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مثل ما آمنتم به يعني أسلموا كما أسلمتم فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الشقاق يعني أنهم في شق آخر، يعني ضدكم وليسوا مسلمين. الله يقول هم في شقاق وهؤلاء يقولون مثلنا أبو الخير وأمثاله. قال تعالى أيضا: الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أيضا من أدلة على كفر النصارى قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه من في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض ومن بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وأيضا
قوله تعالى: ألم تر الذين أوتوا نصيب من الكتاب يشترون الضلالة يريدون أن تضلوا السبيل، يعني يريدون أن نكون مثلهم في الضلالة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني نكفر مثلهم، يعني إن أطعناهم كفرنا كما كفروا بعد إيمان، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى: إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. أيضا في آيات كثيرة بيّنت كذلك، منها بسورة العمران تفصيل ما يتعلق بالأمم السابقة منهم اليهود والنصارى وغيرهم. وإن منهم الفريق يلوون ألسنتهم الكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني الواحد يعني السابقين جميعهم يجب أن يقولون آمنا بالله وحده. فمن أشرك مع الله تعالى سواء المسيح أو غيرهم يقولون الله ثلاثة، واليهود يقولون عزير من الله وغير ذلك، فهؤلاء كلهم ليسوا على صواب. لكن إن آمنوا بالله تعالى فهم على الحق، إن آمنوا مثلنا. لكن فهم إذن هم أصلا حرفوا دينهم، حرفوا القرآن، حرفوا التوراة والإنجيل، فيلوون ألسنتهم بكتاب يحسبونه كتاب وما هم الكتاب. ويقول تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. يعني الله تعالى أخذ ميثاق على الجميع الأنبياء أنهم إذا جاء نبي في عصرهم بعدهم وكانوا شاهدين له أن يؤمنوا به لما معكم مصدقا لما معكم لا تؤمنون به، يؤمنون فيه، وأيضا ولا تنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعني الخارجين عن مراد الله تعالى ودينه. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يعني لابد أن نسلم لله تعالى. يقول تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. الله يقول: كيف يكون هؤلاء مسلمين وقد كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنة الله عليهم والله لا يلعن إلا كافر خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خلود في نار جهنم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كما ذكر في الآية استشهد فيها عبد الخير وقال أنهم كلهم لا هم من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أما من